نازلين النهارده رايحين عند عمها وهي تقول لي يا بابا عيب ما ينفعش نخش على ايدينا فاضيه، تعالى نروح نشتري له شويه حاجات. واحنا بنلبس بقى قبل ما ننزل الاقيها داخله عليا بالروج بتاع مامتها وتقول لي يا بابا لازم تحط منه قبل ما تنزل معايا. وش بابا يحط وش؟ لا بابا ما يحطش روج. بابا مش بيحط وش. لا وش انت؟ اه كفايه. تعالى هنا. لا حورة بس. خلاص. خلصت شقاوة بقى وقامت واخداني ورايحة بينا على السوبر ماركت وتقول لي يلا يا بابا عشان نجيب حبة فاكهة حلوين بالعم. الصغنن كبر بقى وبقى يفهم في الواجب كمان، واقفة بقى وبتختار الحاجة بنفسها كمان وماسكة برتقانتين في ايديها وراح تحطهم في العربية. ودلوقتي بقى جت اكتر لحظة هي بتحبها في حياتها، شافت الفراولة. عايز اقول لكم انها بتحبها حب غير عادي، حرفيا بتصحيني من النوم كل يوم عشان اقوم اجيب لها من التلاجة، ولو مفيش بتنزلني عادة اجيبها لها لو الساعة كام لازم تلاقي. لو احنا في قلب السوبر ماركت صممت ان افتحها لها واطلع لها واحدة عشان تاكلها، اجيبها يمين شمال واقول لها مفيش ولا هي هنا مش هتمشي غير لما اطلعها لها. قول تاكلي ايه؟ خلصت بقى قصة الفراولة الحزينة بتاعتها ولقيت معجبينها كمان وقعدوا يتصوروا معاها. جبنا بقى الحاجة خلاص ومروحين والهانم بتمشيلي بالعرض، حبة يمين وحبة شمال، حبة يمين وحبة شمال. كده زي الحمام عادي كده. مان يلا مان. كده فرحانة ان هي دفعت ابوها فلوس كتير قوي. توتا انتوا مبسوطة؟ تقول لهم فرحانة ان هي دفعته فلوس. اجري يلا يا اوسة، بصي ماسك، اجري يا حوت.